لاعب لا يعرفه جيل التيك توك، الديناصور كاتوزو. لاعب بيلعب لأجل الشغف، لأجل التيشيرت اللي لابسه، لأجل كرة القدم، وليس لأجل المال كما نرى الآن. قصاده كريستيانو، قصاده سكولز، ما بيعتمدش أسامي، واللي له فاول ياخده. دي كانت فلسفته. لعيب راجل. في مراحل الناشئين كان اتقال له انت هتبقى ديفندر، ومن واجبات الديفندر انه يفسد هجمات ويستخلص كرات بالعنف، مش بالعنف. خلاص محدش هيعدي، مفيش هجمة هتيجي ضدنا طالما انا موجود في ساحة المعركة، لان كانت بالنسبة له ارضية الملعب ساحة حرب مش ملعب كورة. طبعا لعيبة دلوقتي ما يعرفوش حاجة عن كاتوزو، لان جاتوزو لو كان في عهد السوشيال ميديا عمرنا ما كنا هنلاقيه بيطلع في ريل بيرقص بيغني بيفرح حتى، لان بالنسبة له ان كرة القدم انها ليست لعبة كما يعتقد جميع لاعبين الان. جاتوزو